بسم الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معنا في مطبخ حياه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وتكونوا كاملين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير مريقه ديال اللحم ببطاطا مقليه، كتجي خاطره وزوينه تقدموها لعائلتكم ولا ضيوفكم. وصفه اللي معروفه عند الجميع ولكن بطريقه اللي بسيطه بدون تعقيدات. اللحم كتعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما على حسب اللي بغيتو. انا عندي هذه الكميه هذه ديال اللحم. البصله هنا عندي جوج بصلات اللي متوسطين، كانت وحده كبيره كتعملوا وحده كبيره، المهم كما بغيتو المرقه كتجي خاطر بزاف كتكثروا البصله. وهنا عندي واحد 3 ضريسات ديال الثومه. هنا عندي زعفران شعره مذوب في كاس ديال الماء اللي يكون سخون، كتعملوه هكذا في الجنيب كيعطي مذاق زوين. ما كانش ما كتعملوش. التوابل كنعملو سكينجبير اللي متوفره عندكم. عندي البزار سكينجبير كيكون دوبل ديال البزار. عندي الخرقوم البلدي، يعني ما كانش عندكم زعفران شعره كتكثروا الخرقوم البلدي. عندي الملح دائما حسب الذوق. دابا نرد هاد اللحيمه مع البصله كتشحر بلا زيت بلا والو باش كتجي بنينه وكتجي زوينه. صافي كنخلطوها. النار دائما النار اللي تكون ما تكونش مرتفعه باش كيجي الماكله بنينه. صافي كنخليها حتى كتزيد داك البصله كطلق الماء ديالها وهاد التوابل. هانتوما من بعد ما كيتقلاو كطيح البصله شويه. دابا غندير في مطيشه، عملتي واحد الوحيده باش كتختصر وكتعطي المذاق حتى هي زوين. صافي ونخليها تزيد حتى هي تشحر معاهم. في الاخير عاد نضيف الزيت. هانتوما كتشوفوا كتقلى بحال هكذا. دابا في هذه المرحله عاد نضيف الزيت. هنا عندي نص كاس الزيت مخلطه ما بين النباتيه وزيت الزيتون، ونعمل الربيع اللي ربطناه الخويط. عندي هنا القزبر والمعدنوس. ودابا نمرق بالماء اللي يكون سخون. كتعملوا الماء في جنيب هكا، حيت ما نعملوا لا خضره لا والو، ما نكثروش الماء باش اللحم يطيب هو هذاك. بالنسبه للطياب ديال اللحم كل واحد كاين اللحم اللي كيدي ساعه الا ربع، كاين اللحم اللي كيدي ساعه على حسب. كاين اللي كيطيب دغيا كاين اللي ما كيطيبش. المهم نتوما عينكم ميزانكم مع اللحم اللي عندكم. دابا نسد عليه من بعد نرجع معكم. كما كتشوفوا ها المريقه طابت. دابا غنضيف عليها الزيتون اللي كنغسلوه. عملت هاد الزيتون بالعظم. صافي نخليه غير يشرب شويه الزيتون المرقه ويطلق المذاق وصافي كنطفيو عليها. هانتوما شوفوا المريقه كيفاش كتجي. كما كتشوفوا المريقه ديالنا كتجي خاطره وزوينه. غنعملوه في طبق تقديم فريت هو طايب وصافي. مريقه اللي مغربيه. هذا هو الشكل النهائي ديال المريقه ديالنا. كتجي زوينه وخاطره بدون تعقيدات وبالتوابل اللي متوفره عندكم. الاخوات المبتدئات الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء. والى فيديو قادم ان شاء الله.